طلاب أولى إعدادي، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة هتاخدوا معانا تاني درس من دروس الدراسات الاجتماعية للفصل الدراسي التاني، وهو خصائص سكان قارة أفريقيا. عايزة أعرف إيه هي الصفات والمميزات اللي بتميز لي سكان قارة أفريقيا عن غيرهم. قال لي دلوقتي أنا عايزة أعرف عدد الذكور والإناث كام. قال لي عشان العدد بقى اللي أنا عايزة أعرفه ده بسميه تركيب نوعي، اللي أنا بجيب نوع ده والنوع ده. الناس دول بيمثلوا كام في سكان افريقيا؟ قال لي 51.1 من السكان، والذكور بيمثلوا 49.9. طبعا شايفين الفرق مش كتير ما بينهم، ده بيسميه كده توازن نسبي. والاختلاف بيختلفوا من دولة لأخرى يعني. طب ايه اللي بيخلي لي يجيلك سؤال بما تفسر اختلاف نسبة الذكور والإناث من دولة لأخرى؟ الاختلاف بيجي نتيجة الهجرة وارتفاع وفيات الذكور عن الإناث. الذكور اللي بتموت أكتر من الإناث. طيب كده عرفنا التركيب النوعي، جبنا عدد الإناث والذكور، ده بسميه تركيب نوعي. أما التركيب العمري زي ما أنا رسمه لكم كده، الهرم اللي عندك ده بنسميه الهرم السكاني. بنقسمه ل3 أجزاء. في القاعدة تحت موجود عندي فئة صغار السن، ودي بتمثل قاعدة عريضة لأن عدد المواليد فيها كتير. لما يجيلك سؤال بما تفسر الهرم السكاني ذو قاعدة عريضة بسبب ارتفاع معدل المواليد. طب صغار السن دول بيمثلوا كام من السكان؟ 40% لحد 14 سنة. المرحلة ديت من صغار السن بتدخل المرحلة التانية من نظرية التحول الديموغرافي، زي ما احنا عرفنا ودرستوا معايا قبل كده. النظرية دي 4 مراحل. صغار السن في المرحلة التانية. طب ايه مميزات المرحلة دي؟ قال لي ارتفاع المواليد وانخفاض الوفيات. ندخل على تاني حاجة معانا بعد صغار السن. في الوسط سن العمل، فئة سن العمل موجودة في وسط الهرم، نصف الهرم. بتمثل لي أكتر من نص السكان، ودي حاجة كويسة لأكتر من نص سكان القارة. قوة عاملة كبيرة في سن العمل. بيمثلوا العمر بتاعهم من 15 ل 64. بعد كده في قمة الهرم فئة كبار السن، دول بيمثلوا 3%. وسنهم من 65 فأقصى. النسبة ديت اللي هي 3% دي أقل من النسبة العالمية، المفروض تكون 10%. طب متوقع في 2050 إن عدد صغار السن دي يتناقصوا، وصغار السن تدخل المرحلة الثالثة. يعني هي دلوقتي في المرحلة الثانية من نظرية التحول الديموغرافي، في 2050 متوقع ان هي تدخل المرحلة الثالثة من النظرية. طب ايه مميزات المرحلة الثالثة؟ قال لي انخفاض المواليد وانخفاض الوفيات. طيب ندخل بعد كده على قبل ما ندخل على التركيب الاقتصادي، عايز اعرف ايه هو الهرم السكاني. رسم بياني يوضح توزيع السكان من حيث التركيب النوعي والتركيب العمري. عرفت التركيب النوعي نسبة الذكور والإناث كام، وعرفت التركيب العمري اللي هو بينقسم الهرم ل3 أقسام: صغار سن وسن العمل والكبار سن. ندخل على التركيب الاقتصادي، من اسمه اقتصادي عايز اعرف الشغلانات اللي سكان افريقيا بيشتغلوها. قال لي بيشتغلوا في الزراعة والصناعة والتجارة. قال لي في الزراعة نسبة 50% من القوى العاملة. طب ما ليه ما بقولش السكان؟ قال لي لا، القوى العاملة يعني الناس اللي بتقدر تشتغل. أما الصناعة 13.6% من القوى العاملة. أما التجارة والخدمات، الخدمات زي الصحة والتعليم، دي خدمة أنا بقدمها، ديت 36.4%. طيب الأطفال اللي بتشتغل في الشغل ده، بيقولك أفريقيا أكتر دولة بتشغل الأطفال، اللي بنسميها عمالة الأطفال. بتشغلهم في قال لي في الزراعة وفي الرعي والصناعة وفي الأعمال العسكرية اللي احنا بنشوف أطفال بتحارب. قال لي من أعلى الدول اللي هي في عمالة الأطفال؟ قال لي إريتريا والصومال والكونغو الديمقراطية. طيب لما يقولك بما تفسر انتشار عمالة الأطفال في قارة أفريقيا، ليه عمالة الأطفال منتشرة؟ قال لي بسبب الفقر وبسبب عدم الاستقرار السياسي. طيب أكيد أنا عايزة أواجه المشكلة دي. الاتحاد الإفريقي وغيره من المنظمات عملوا إيه؟ قال له أقروا إلزاميا بالتعليم الأساسي والتوعية بمخاطر عمالة الأطفال وبرامج محو الأمية.
طب ندخل بعد كده على التركيب اللغوي لسكان قارة افريقيا. التركيب اللغوي اللي هي اللغة، عايز اعرف سكان افريقيا بيتكلموا لغة ايه؟ قال لي ده بيتكلموا اكثر من لغة، بتوصل ل5 لغات، كتير قوي. عندي تنوع في اللغات، فبالتالي في تنوع في الثقافة. عندي اللغة العربية اللي بيتكلمها دول شمال افريقيا، اللغة السواحلية بتكلمها دول شرق افريقيا، لغة الهوسة ولغة المندي طبعا من اسمها كده غريبة اللي بيتكلمها دول غرب افريقيا، اللغة الانجليزية اللي بتكلمها دول جنوب افريقيا. نتيجة الاحتلال، طبعا الاحتلال الانجليزي فخلوهم يتكلموا اللغة دي، اثروا عليها. اللغة الفرنسية بتكلمها دول وسط افريقيا وغربها، مثل رواندا والكاميرون. يبقى اللغة الفرنسية وسط وغرب افريقيا اللي بيتكلمها رواندا والكاميرون بسبب الاحتلال الفرنسي. طيب اللغة العربية احنا عرفنا اللي هي في شمال افريقيا، اتكلموا اللغة ازاي؟ قال لي بسبب هجرة القبائل العربية وانتشار الاسلام في القارة. بسبب هجرة القبائل دي، لما هاجروا انتشر الاسلام في القارة، فالناس بقت بتتكلم اللغة العربية. طب الخصائص التعليمية لسكان قارة افريقيا ايه؟ قال لي نسبة غير الملتحقين بالمراحل التعليمية في دول جنوب الصحراء الكبرى اللي هي تحت ضعف دول شمال افريقيا والعالم اللي هي فوق على الخريطة. يبقى في الجنوب اكتر من الشمال الناس اللي هي مش بتلتحق بالتعليم. طب دول بتستوعب كافة التلاميذ بالتعليم الأساسي، مصر وتونس وجنوب أفريقيا. دولة جنوب أفريقيا تسعى العديد من الدول الأفريقية لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وضمان التعليم للجميع. طب إيه هي الخصائص الصحية لسكان افريقيا؟ قال لي عندي نقص في الاطباء والممرضات، وبالتالي اللي عندي النقص ده هيأثر عليا، انتشر الامراض. عندي ذبابه بتنقل، لو وقفت على واحد مصاب بتنقل لي مرض اسمه تسي اسمه كده. وعندي مرض القلب والاوعيه الدمويه والسرطان والايدز والسكري، وامراض سوء التغذيه خاصه في دول جنوب الصحراء الكبرى. طيب تعاني افريقيا من انتشار بعض الامراض. لما يجيلك سؤال هقوله بسبب انخفاض مستوى الخدمات الصحيه. عندي هندخل بعد كده على اخر حاجه معانا وهي الخصائص الثقافيه. تهتمي لي بالحاجه دي مهمه قوي، اللي هي الادب. الادب في لسكان افريقيا وصل للعالميه. عندي اديب اسمه ويلي سوينكا. ويلي سوينكا فاز بجائزه نوبل عام 1986. كان كتاباته كتب عن الهوية الإفريقية وحمايته من الاستعمار. بعده جه نجيب محفوظ ده من مصر. أما ويلي سوينكا ده من نيجيريا. فاز بجائزة نوبل عام 1988 وتناول القضايا الاجتماعية زي الفقر والزواج المبكر في القرن العشرين. أنا وأنت دلوقتي عايشين في القرن 21. طيب ده بالنسبة للأدب. أما الحرف التراثية زي الفخار والحلي والأواني والأخشاب. أما الموسيقى كانت عندهم طقوس دينية قديمة، كانوا بيرقصوا على نقام الطبول، فبيقربوا من المعبودات الإفريقية. طب دور إفريقيا للحفاظ على التراث الثقافي ده عملت إيه؟ قال لي في 2063 عملت أجندة سمتها أفريقيا التي نريدها. طب دور مصر للحفاظ على التراث الثقافي ده، عملت المهرجان العربي للفنون الشعبية ومهرجان الطبول والفنون التراثية. كده درسنا انتهى، أتمنى تكونوا فهمتوا. شكرا.